السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. وخسارة نادي الزمالك أمام فريق ليس له أي هوية تماما في بقى موطنه، وهو فريق زيسكو الزامبي. زيسكو الزامبي في مباراة أمس عمل ماتش كبير جدا أمام نادي الزمالك على أرض الملعب المعفنة. زيسكو كسب. يعني ارض الملعب يا جماعه سيئه جدا، وحاله طقس سيئه يا جماعه. على فكره يا جماعه، خدوا بالكم، تنزانيا، اوغندا، اثيوبيا، كل المناخ ده متعلق بزامبيا. ما هم الثلاثه جنب بعض او الخمسه جنب بعض. فانت يعني يعني طقس سيء جدا، افريقيا داخل عليك 2027 وبهذا الطقس سيء جدا، سيء جدا. طب ما تختار ملاعب كويسه بطقس كويس. نفس الكلام اللي حصل في كاس عالم انديه في 25 اللي شارك فيها النادي الاهلي. طقس سيء جدا لامريكا، امطار غزيره ما بتبطلش تماما. ماتش بالميراس والاهلي يعني ما كملش الا بعد الطقس لما يهدى شويه. مش كان في امطار ولا حاجه، بس هم كانوا قايلين عند الارصاد بتاعتهم ان في حاجه هتحصل دلوقتي، فمش عايزين اللعيبه تتاثر بهذا الشيء. والجماهير كمان خرجت بقى، الماتش بدا كمان داخل. فده شيء لازم الكاف يشوفه. لازم تطوروا الملاعب الافريقيه عشان تبقى كاس العالم ده يخش افريقيا اساسا، يخش افريقيا. اخر نسخه اخر نسخه كاس عالم جت على افريقيا، كانت اخر مره كانت جنوب افريقيا، اللي هي تحت افريقيا خالص، اللي هي اساسا طقسها سيء جدا. بس عشان هي الدوله الوحيده اللي كان طقسها حاليا، وليس يعني حاليا في وقتها، يعني كان طقس مش وحش خالص يعني. فده بالنسبه للملاعب، ولازم نطور الملاعب شويه يا استاذ بوتسيب. ماتش الزمالك وزيزكو الزمالك يا جماعه عمل ماتش سيء جدا، واكيد يعني انت بتلعب بره ملعبك، حاجه تبقى صعبه شويه يعني. وكمان نادي الزمالك ما عندوش لعيبه يا جماعه خلاص. يعني خلاص ناصر ماهر مشي، عبد الله السعيد خرج عن القايمه. عندك بعد محمد شحاته خرج في الماتش ده، بس هيرجعوا في ماتش الدوري القادم باذن الله. فالزمالك للاسف الشديد بيهزم من زيسكو الزامبي. و ارجع تاني واقول ان الزمالك مظلوم، محتاج لعيبه. ده في حاله يا جماعه عملتها كنت هعيط والله العظيم. نادي الزمالك فعلا بيمر بحاله سيئه جدا جدا جدا، مع اني اهلاوي واهلاوي متعصب جدا. بس انا داعم كبير قوي لنادي الزمالك، الفريق الذي يكون مظلوما الان وغدا وسابقا وكل شيء. نادي الزمالك ان شاء الله ويعود للمنافسه ويلعب الاهلي، والاهلي يكسب او الزمالك يكسب، نلعب كويس ونشوف منافسه بقى على الدوري. لان المنافسه على الدوري دلوقتي ما بين الاهلي وسيراميكا وبيراميدز. اهلي وسيراميكا وبيراميدز يعني حاجه غريبه جدا ان الزمالك مش في المنافسه. الزمالك حاليا في المركز الثالث، التاني. بعد كده سيراميكا كليوباترا، بعد كده بيراميدز. فشيء سيء جدا ان نادي الزمالك يخسر من زيسكو والزمالك. ده بالنسبه لنادي الزمالك، وان شاء الله يعني يمر من الحاله السيئه اللي هو فيها. نخش كده يا باشا على مباراه المصري وكايرز تشيفز. برضو بره ملعبك، تلعب في جنوب افريقيا. الاهلي كسب كايرز تشيفز قبل كده 3-0، كان في دوري ابطال افريقيا، كان نهائي دوري ابطال. يعني تخيل كايرز تشيفز ده بيلعب في الكونفدراليه ومش عارف يصعد. كايرز تشيفز ده يا جماعه اللي كان في نهائي دوري ابطال افريقيا في 2021. انت متخيل كايرز تشيفز من ف يعني كايرز تشيفز ده يا جماعه كان بيوصل نهائيات، وللاسف الشديد انخفض مستواه وراح الكونفدراليه الافريقيه، وبقى اللي بينافس دلوقتي اورلاندو بايرتس وسان داونز على في جنوب افريقيا. كايزر تشيفز يظل هو المركز الثالث او الرابع. أنا اكيد ما بتابعش كده دوري جنوب افريقيا يعني. ده بالنسبه لكل ما يخص نادي المصري ان شاء الله يكسب الماتش القادم عشان يضمن الصعود، والزمالك كمان يكسب عشان يضمن الصعود. لانه الزمالك محتاج نقطه على الاقل، والمصري محتاج برضه نقطه على الاقل. انت دلوقتي يا جماعه المتصدر دلوقتي كايزر تشيفز. كايزر تشيفز المتصدر دلوقتي. زيسكو الزامبي اخر مركز. اول فوز زيسكو الزامبي زي فوز اول انتصار شباب القبائل كان في ماتش تقريبا الجيش الملكي. الجيش الملكي
فحاجة سيئة جدا جدا جدا. الملاعب المصرية كلها بتهتز، الأهلي بيتعادل، مصر بيخسر، الزمالك بيخسر، مفيش إلا نادي واحد بس هو بيراميدز اللي مشرف الكرة المصرية في هذه الجولة. مشرف الكرة المصرية في هذه الجولة بلا شك. بيراميدز مشرف الكرة المصرية يا جماعة في هذه الجولة، بيفوز على ريفرز يونايتد 4-1 بره ملعبه. بره ملعبه 4-1. بيراميدز يا جماعة احتمال كبير يبقى مرة تانية على التوالي يكسب دوري أبطال أفريقيا، ومن المحتملات إنه يكسب الدوري. بيراميدز خلاص يا جماعة بقى منافس قوي جدا جدا جدا، مش بقى زي زمان. مش بقى زي زمان ممكن يخش لك مرة واحدة تديه ويبقى المركز الخامس أو على الأقل الرابع. بيراميدز بقى بينافس، بيراميدز بقى معاه سكواد جامد قوي. ناقصه حاجة واحدة بس، الجمهور. مفيش جمهور. النهائي دوري الفكرة اللي فاتت مش كان لها طعم. حاسس كده ان يعني بيراميدز يكسب ولا له جمهور ولا له واحد يسمعه ولا يعني. ده اللي كان قديم قوي اسمه الاسيوطي، وبقى بيراميدز تحت رعاية الامارات طبعا. فشيء جامد قوي اللي نادي بيراميدز بيعمله. وبيراميدز يا جماعه هو مشرف الكره المصريه في هذه الجوله. وبيراميدز نادي كبير قوي، وهينافس ويظل منافسا قويا لكل البطولات التي يشارك فيها. بيراميدز هيكون في كاس عالم انديه 2029، هيكون في الانتر كونتيننتال. تقريبا يعني لو استمر مستواه ممكن جدا يكسب دوري ابطال افريقيا ويكون في الانتر كونتيننتال. وان شاء الله يقدم مستوى احسن من كده، احسن من الانتر كونتيننتال اللي فاتت. فان شاء الله كل أندية المصرية توفيق في آخر جولة الفاينل راوند. إن شاء الله تكون جولة حاسمة سعيدة على كل الفرق المصرية. بس كده يا جماعة قبل ما أختم، بس الأهلي قريب جدا جدا من انضمام لاعب كاميروني صغير السن وهو مهاجم. ولكن يا جماعة هو خبر مصري مفيش حد يتكلم عليه والله العظيم. مهاجم سنغالي صغير، كاميروني اسف. عارفين يا جماعه فريق اسمه القطن الكاميروني تقريبا؟ يمكن كمان انتوا عرفتوه. لعب الاهلي قبل كده، ولما كهربا جاب هاتريك افتكرتوه على ما اظن. لعب دوري ابطال افريقيا لما كان مارسيل كولر، لما كان نسخه 2024 اعتقد افتكرتوه. القطن الكاميروني هو لاعب من نادي القطن الكاميروني، وبيكون لاعب اساسي في نادي القطن الكاميروني. وهو لاعب كبير قوي 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 قوي. والاهلي هيضمه ان شاء الله في انتقالات الشتاء، ولو ما نجحش هيروح انتقالات الصيف. بس كده يا جماعه ده الخبر الحصري كنت عايزه اقوله لكم. مش ببخل لكم باي خبر تماما. قبل ما اختم بس عايزه اقول ادعموني باشتراك ولايك وشير، لان انا محتاج فعلا الدعم من حضراتكم عشان افضل او استمر في الفيديوهات اللي انا بعملها على النت. كان معكم مازن، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.